فنانات اتقال عليهم إنهم خطافين رجالة، ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج. بعد انتشار خبر طلاق ياسمين عبد العزيز من رجل الأعمال محمد حلاوة، بدأت حكاية ريهام حجاج ومحمد تظهر للنور، وتحديداً بعد ما بدأت المواقع الصحفية تكتب وتعلن على إن ريهام من أهم الأسباب الرئيسية ورا الطلاق. أصل إيه اللي يخلي اتنين متجوزين عن حب وفي بينهم عشرة طويلة وأولاد فجأة كده يقرروا ينفصلوا، إلا لو الحكاية كان وراها واحدة ست؟ ولكن كل ده برضه مجرد تخمين، مفيش أي كلام مثبت عليه، لأن ياسمين ولا مرة أكدت عن الخبر ده. بالعكس، هي كانت دايما بترفض إنها تعلق عليه، وكانت بتظهر بصور على انستجرام بتأكد قد إيه إنها كويسة بعد الانفصال، لدرجة إنها احتفلت بعيد ميلادها. ومن بعدها اتأكد خبر جواز محمد حلاوة من ريهام حجاج. وفي 2020 أعلنت ياسمين عبد العزيز جوازها من أحمد العوضي. الصراع سكت لحد ما علقت بوسي في أحد البرامج لما اتسألت عن الفنانة رقم 1 في مصر، وأصرت على رأيها في إن الفنانة يسرا هي اللي تستحق ده، بالرغم إنها كانت بتتسأل عن الجيل الصغير ده كله كوم. وحلقت بوسي مع ريهام حجاج وهما بيتكلموا عن جواز ريهام من محمد حلاوة كوم تاني، وده اللي خلى ياسمين ما تسكتش على كل كلامهم وتطلع وتقول على الله حكايتكم هي جوز حرابيق. ده اللي خلى أخت رجل الأعمال محمد حلاوة تقول لياسمين إنهم خرجوها من حياتهم، ويا ريت هي كمان تخرجهم من حياتها. ريم البارودي وسمية الخشاب، مش كل المشاهير بيحبوا يتكلموا عن حياتهم الشخصية، وده كان أسلوب ريهام وسمية اللي حبوا إنهم يتبعوه، لحد ما ظهر أحمد سعد في حياة ريم وقررت إنها تعلن عن طلاقها منه في برنامج صبايا الخير للإعلامية ريهام سعيد، واللي كان مذاع على شبكة قنوات النهار. وقالت إن جوازهم من سمية الخشاب ده قبل إعلان جوازهم للجمهور بفترة قليلة، في وقت تحضيرهم لفرح كبير كان بيجمعهم. هي قالت إنها كانت السبب في إنهم يعرفوا بعض وقت ما كان أحمد سعد بيعمل أغنية للفنانة سمية، لدرجة إن سمية اتصلت بيه عشان تاخد رقم أحمد منها لما ساب اللوكيشن اللي هي كانت فيه، لكن سمية أخدت أحمد منها. ولكن سمية ردت وقالت إن الكلام ده مش صح، وإنها عرفته بعد ما طلقها. أصالة وإنجي علي، الوسط الفني كله شاهد على قصة حب أصالة لطارق العريان اللي استمرت أكتر من 10 سنين، واللي كان شهيد عليها برامجهم مع بعض. طبعا اللي انتشر خطف طارق من إنجي علي، بس الحقيقة إن طارق انفصل عن إنجي قبل ما يعرف أصالة ب4 سنين، وبعدها بدأ حبه لأصالة وجوازه منها رغم إنهم انفصلوا عن بعض. سوسن بدر وداليا البحيري، هما الاتنين فنانات كبار مختلفين عن بعض في الطريقة، وطبعا جيلهم مختلف، لكن القدر خلاهم يتجوزوا نفس الراجل وهو فريد المرشدي، واللي عالج سوسن من خلال مامته ناهد فريد شوقي، واللي أصر إنه يتجوزها رغم إنه أصغر منها ب20 سنة. لكنهم بعد 4 سنين انفصلوا واتجوز من الفنانة داليا البحيري، ولكنه ما كملش معاها برضه وانفصلوا عن بعض. وفي 2014 اتصدم الوسط الفني كله بخبر وفاته في حادث سيارة. زينة وأنغام، طبعا لما بنقول اسم زينة بيخطر على بالنا أحمد عز على طول، ولما بنقول أحمد عز بنفتكر إنه اعترف في حياته بجوازة واحدة بس، وهي جوازته من أنغام. عشان كده حكايته من متداخلة بدأت لما أحمد عز قابل زينة في فيلم الشبح، ودي كانت أول بطولة مشتركة بينهم. وقت وجود زينة في أمريكا انتشر إشاعات إنها هناك بسبب إنها حامل من أحمد عز، فعشان عايزة تخلف هناك وتاخد الجنسية. وفعلا اتأكد الخبر ده لما رجعت مخلفة طفلين وبتنسبهم لأحمد، ومن وقتها بقى وصراع المحاكم انتشر بينهم، وده اللي خلى المحكمة تطلب تحليل DNA من أحمد، وأحمد يرفض في الوقت ده. في الأحيان دي اتسرب عقد جواز عرفي لأحمد وأنغام، وتحديدا سنة 2012، وفعلا أنغام ما كدبتش الخبر، وانتهت الحكاية بنسب أطفال زينة لأحمد عز رغم إن هو ما اعترفش بيهم. إلهام وجدي وشيرين عبد الوهاب، الحكاية بدأت بسبب والد الفنان حسام حبيب لما شارك صورة لحسام وشيرين وقال إن بيجمعهم قصة حب. في الوقت ده حسام كان بيجمعوا قصة حب مع إلهام وجدي ملكة جمال مصر سابقا، وكانوا قربوا يعلنوا خطوبتهم، لكن حسام طلع ونفى كل الأخبار وقال إنه لو اتجوز شيرين هيعلن. لكن بعد إشاعات كتير خرج والد حسام وقال إن حسام وإلهام أصدقاء وما ينفعش إنه يكون أكتر من كده بسبب الديانة، وإنه حسام وشيرين بيحبوا بعض. شريهان وإسعاد يونس، الفنانة الاستعراضية شريهان وزغلول من أقرب الصديقات لبعض، عشان كده الناس بتستغرب قوي إنهم متجوزين من نفس الراجل. الحكاية بدأت مع رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة الزوج التاني لإسعاد يونس، وشريهان كانت من أقرب الناس لإسعاد، لدرجة إن شريهان لما واجهت أزمة نفسية في حياتها كانت إسعاد من أول الناس اللي يقفوا جنبها. لكن شريهان حبت علاء واتجوزوا، وفضلت قصة حبهم في السر لحد ما خلفت بنتها لؤلؤة. ولما وصل الموضوع لإسعاد صارت لحد ما وصلنا لسنة 2001، وقتها اتصابت شريهان بالسرطان، وقررت إسعاد إنها تنسى كل حاجة وتقف جنب صديقة عمرها.
نسرين طافش وديما بياع. الفنانة نسرين طافش لقبوها بلقب خطافة الرجالة، وده أكتر من مرة، وتحديداً لما اتقال إنها ارتبطت بالفنان تيام حسن وإنها كانت بتبعت له وبتكلمه وهو متجوز، لدرجة إنها اعترفت لنيشان إن نسرين كانت موجودة في حياة تيام أثناء ارتباطهم، وإن جوزها نفسه اعترف بخيانته ليها. وبعد ما حكيت لكم عن أشهر فنانات اتجوزوا من نفس الراجل، يا ترى مين أكتر واحد استغربتوا إنها قبلت تكون زوجة تانية؟ كنت معاكم أروى سامح من فانز كلاب. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو سبسكرايب وتكتبوا رأيكم في الكومنتس تحت.